لا بصراحة حلو السؤال ده عجبني. يعني فكرة ازاي الدكتور بيحط أسئلة الامتحان، بيحطها بالحب يا سيدي عادي. يعني بيحط أسئلة الامتحان، السؤال اللي بيجي في باله بيحطه ليك عادي. انت هتتدخل في مزاج الدكتور؟ ده دكتور المادة يا ابني، ما ينفعش كده يا حبيبي، عادي يعني. هو بيألف كده في الكتاب، والسؤال اللي بيعجبه بيروح حاطه لك، وانت عليك ان انت تجاوب بس. الدنيا سهله اهي. لا ما تزعلش، مش كده، مش كده خالص بصراحه. هقول لك احنا بنحط الاسئله ازاي، او 90% من دكاتره الجامعات بيحطوا اسئله الامتحان ازاي. وقبل ما اجاوبك لازم تعمل لنا فولو للقناه وتشترك فيها، وكمان تكتب لنا تعليق عن اللي بيدور في ذهنك عن العمليه التعليميه في الجامعه. اي مقرر دراسي المستهدف منه مش هيطلع بره الثلاث حاجات دول: يا اما التذكر اللي هو ان انت تتذكر المعلومه، عشان كده بتلاقي اسئله زي عرف كذا، او اكتب عناصر خاصه بكذا، او الكلام ده كله. رقم اتنين الفهم، ان انت تفهم وتستوعب الموضوع بتاع الدرس ده او المحاضرة دي بيدور على ايه. فالمطلوب من الفهم ان انت مثلا تشرح من وجهة نظرك، او تتكلم من وجهة نظرك، او تلخص حاجة، ده اسمه الفهم. رقم ثلاثة الممارسة او السلوك، ان انت تقدر تكتب حاجة، تقدر تكتب مقال، او تقدر تكتب خبر صحفي. فبالتالي بيجي لك سؤال اسمه اكتب كذا، او مثل لما تذكر. فالتمثيل ده اسمه ايه؟ اسمه ممارسة عملية للي انت اخدته في المحاضرات بتاعتك او في المنهج بتاعك. فبالتالي يا اما تذكر، يا اما فهم، يا اما ممارسة. مش هنطلع من بره الثلاث حاجات دول. رقم اتنين ان احنا بنقسم فئات الطلبة لثلاث مستويات: فئة ضعيفة الفهم والتذكر والممارسة، وفئة متوسطة، وفئة اللي هي عالية في التذكر والفهم، يعني عندها قدرات، ربنا مديها قدرات كويسة، او بتذاكر كتير، او عايزة تجيب امتياز. فبالتالي احنا بنحط الثلاث مستويات دول. فعشان كده احنا لما بنحط الاسئلة بنحطها على الثلاث مستويات دول: مستوى ضعيف بيحاول ان هو ينجح، مستوى كويس بيحاول ان هو يجيب جيد وجيد جدا، مستوى اللي هو الليفل الاعلى اللي هو بيجيب امتياز. فبنحط الثلاث تكات دول. لكن دايما بيكون في كل امتحان احنا بنحطه بيكون في نقطة صعبة، او نقطة مش بالسهل ان انت تجاوبها الا لما تكون مذاكر كويس وحضرت المحاضرات بتاع الدكتور وفاهم دماغ الدكتور هو عاوز ايه. فعشان كده احنا بنحط الاسئلة على هذه النماذج. فاللي مفكر ان الدكتور بيحط الاسئلة كده بالحب، او اللي بيجي في دماغه بيحط الاسئلة، فده شغل مش كويس خالص، ولا يتماشى مع جودة التعليم اللي احنا بننشدها في الجامعات والكليات بتاعتنا. لكن شغل الجودة او الشغل الصح زي ما انا كلمتك في الفيديو كده. لو في بالك اسئله تانية عن احنا بنتعامل مع الطلبه ازاي، او بنحط لهم الاسئله ازاي، او بنصحح لهم ازاي، فسيب لنا تعليق وان شاء الله هجاوبك عليه. السلام عليكم.